فاكر القناة ديّة؟ طب تفتكر القناة دي راحت فين؟ وليه اسم القناة ديّة اتغيّر؟ في حلقة النهارده هنتكلم عن الجزيرة الرياضية من أول ما بدأت لحد ما اختفت. في سنة 2003 ظهرت قناة جديدة، لا قناة أفلام ولا قناة أخبار، كانت قناة رياضة وباللغة العربية اسمها الجزيرة الرياضية. كتير وقتها استغربوا إزاي قناة رياضة تبع قناة أخبار سياسية زي الجزيرة، لكن الحقيقة إن الجزيرة الرياضية جت كخطوة ذكية ومدروسة من شبكة الجزيرة بهدف إنها توسع نفوذها مش بس في السياسة لكن كمان في قلوب الجماهير عن طريق أقرب حاجة ليهم الرياضة وبالذات كرة القدم. بدأت القناة بس مجاني، كانت قناة واحدة بس بلوجو برتقاني بسيط واستوديو متواضع، بس رغم بساطتها قدرت في وقت قصير تخلق قاعدة جماهيرية ضخمة ليه، لأن ببساطة القناة دي كانت مختلفة عن أي قناة تانية. المعلقين بيتكلموا بلهجة مفهومة، التغطية كانت احترافية، والبرامج ممتعة، كانت بتغطي الدوريات العربية وكمان بعض الدوريات العالمية اللي ما كانتش حصرية لقنوات تانية. في وقت كانت في قنوات زي ال ART بتحتكر كل حاجة وبتطلب اشتراكات غالية، الجزيرة الرياضية كانت مجانية وخصوصا في العالم العربي. وفي صيف 2006 حصلت الجزيرة الرياضية على أول صفقة كبيرة، حقوق البث الدوري الأسباني واحد من أقوى الدوريات في العالم. هنا الناس بدأت تاخد القناة بجدية، وفجأة بقى ممكن تشوف ريال مدريد وبرشلونة على قناة عربية بتعليق عربي وبجودة ممتازة. مش بس كده، الجزيرة دخلت المنافسة على دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي وكأس أفريقيا، وكل ده بأداء محترف جدا. وكمان بدأت تجيب معلقين كبار من تونس والجزائر ومصر وتخلق حالة عيش بين الجمهور والمعلقين. الناس بقت تسمع الماتش مش بس عشان الكورة لكن كمان عشان صوت عصام الشوالي وحفيظ دراجي ورؤوف خليل. وفي 2010 حصلت النقلة الكبرى، كأس العالم في جنوب أفريقيا. الجزيرة الرياضية حصلت على الحقوق الحصرية وغطت المونديال لأول مرة بشكل غير مسبوق. وقتها كل الوطن العربي كان بيتفرج على قناة واحدة بس، الجزيرة الرياضية. بعد نجاح المونديال في 2010 الجزيرة الرياضية فهمت إنها دلوقتي مش مجرد قناة، دي بقت قوة إعلامية ضخمة. في 2011 بدأت القناة تطلق قنوات جديدة بجودة HD، حاجة ما كانتش منتشرة وقتها في الوطن العربي. كل بطولة بقى لها قناة خاصة وكل مباراة بقى لها استوديو وتحليل. الجمهور العربي شاف لأول مرة تغطية رياضية بلغة عربية بمستوى ينافس BBC والإي اس بي ان. الجزيرة كمان وسعت تغطيتها لألعاب تانية زي كرة اليد والسلة والتنس، مش بس كرة قدم. وفي صيف 2013 اختفى اسم الجزيرة الرياضية من على كل الشاشات. الجمهور صحى من النوم لقى نفسه بيتفرج على قناة جديدة، بين سبورت. في البداية الناس افتكرت إنها قناة أجنبية اشترت الشبكة أو إن الجزيرة الرياضية اتباعت، لكن الحقيقة كانت غير كده. اللي حصل هو إن القناة تم فصلها إداريا عن شبكة الجزيرة الإعلامية وتحولت لقناة مستقلة تحت رئاسة رجل الأعمال القطري ناصر خليفة اللي كان وقتها رئيس نادي باريس سان جيرمان. الهدف من الخطوة دي ببساطة إنهم يبعدوا عن اسم الجزيرة، لأن اسم الجزيرة رغم نجاحه الإعلامي كان في وقتها مرتبط بالجدل السياسي، لكن رغم التغير اللي كان سياسي إلا إن الجمهور في حالة ذهول لحظة ما تحول اسم الجزيرة الرياضية لبين سبورت. لكن مش بس الاسم اللي اختفى، السياسة التسويقية كمان اتغيرت. اللي كان بيتفرج ببلاش لقى نفسه لازم يدفع اشتراك وبمبالغ كبيرة، القنوات بقت مشفرة بالكامل. دلوقتي بعد كل السنين دي نقدر نسأل نفسنا سؤال: هل اختفاء الجزيرة الرياضية ده كان خسارة ولا كان تطور منطقي في عالم الإعلام الرياضي؟ الإجابة تعتمد على مين اللي بيسأل. لو سألت جمهور زمان هيقول لك خسرنا أقرب قناة لقلوبنا اللي كانت بتتكلم بلغتنا وتفتح لنا الكرة ببلاش. لكن لو سألت محلل أو مدير تسويق هيقول لك إن التحول ده كان عبقري، بين سبورت بقت ماركة عالمية وعندها قوة ونفوذ مالي ضخم. لو عجبتك القصة افتكر أول مرة شفت فيها الجزيرة الرياضية وقول لنا في الكومنتات، وإيه أكتر لحظة رياضية علقت معاك في الأيام دي، وهل شايف إن التحول لبين سبورت كان صح ولا لأ. وما تنساش تعمل لايك لأن عندنا حكايات كتيرة لسه ما اتحكتش.